استعرضنا مع حضراتكم أهم وآخر الأخبار الخاصة بحصاد الأسبوع، ونستعرض أيضا حصاد المحافظات ونبدأها من القاهرة. القاهرة، كتب أحمد هشام، شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي منتدى رؤية 2025، والذي نظمته مؤسسة ساعد تحت عنوان تمكين الحياة وكسر الحواجز بمناسبة مرور 75 عام على تولي دكتور طه حسين وزارة المعارف. وإلى الجيزة، كتب علي الدين عمر، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملة التي نفذها قطاع حدائق الأهرام، والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع والمرور على المحال التي تمارس أنشطة تموينية للتأكد من الالتزام بالمعايير حفاظا على سلامة المواطنين. وإلى القليوبية بصحبة الزميل حسين عبد الغفار، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الاستمرار في التصدي لظاهرة الإشغالات وتكثيف الحملات لدحر جميع أنواع المخالفات والتعديات على مدار اليوم، وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين. وإلى محافظة الفيوم بصحبة الزميلة إيناس عبد العزيز، سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عدد 18 تريسيكل مجهز لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية للعمل على الدعم وتسهيل الحركة لهم، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية ليلة القدر بمؤسسة الأخبار بالتعاون مع محافظة الفيوم. وإلى محافظة دمياط، كتبت شيماء الشافعي، شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في فعاليات اليوم الثاني من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية المقام بالرياض بمشاركة قيادات عربية وأوروبية وممثلي مؤسسات تنموية. وإلى محافظة مطروح بصحبة الزميلة عزة عبد العزيز، اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين. وإلى الغربية بصحبة الزميلة إيمان تركي، شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية فعاليات توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام المقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي وزن بلغ 2 طن، تم تخصيصها لصالح المواطنين المستحقين في مختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية. وإلى محافظة جنوب سيناء بصحبة الزميلة سهير محمد، في إطار المتابعة المستمرة لمحافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك أكد أن ما تم رصده مؤخرا في منطقة لاجونا بمدينة دهب بجنوب سيناء هو القرش الحوتي، وهو نوع مسالم تماما وغير مؤذي للإنسان ويعرف عالميا باسم صديق الإنسان. ومن جنوب سيناء إلى محافظة سوهاج، حيث كتب محمد القاضي،
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المهمة والحيوية، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. وختاما إلى محافظة بني سويف بصحبة الزميل هشام إبراهيم، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة الصحية بقرية دشطوط التابعة لإدارة سموسطة، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، والأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، في حضور الدكتورة رشا خليفة مدير إدارة سموسطة والدكتور محمد أسعد مدير الوحدة الصحية، للوقوف على مدى تقديم الخدمات الصحية.